الراجل ده في اعتقاده انه غير مسار الكون بالحاجات اللي عمال يقولها ويفبركها في فيديوهاته، وده كله بدون اي دليل علمي يثبت اللي بيقوله. فلو ما تعرفش الراجل ده مين، كمل معاه الفيديو للاخر. هو في مرض اسمه سرطان؟ امال في ايه؟ يعني ايه الجمله دي؟ امال ايه؟ طبعا مش فاهم الجمله. لا انا بسأل. انا مش فاهم السؤال، فهمني السؤال. ايه السؤال ده؟ يعني السؤال ده للاطباء، هو في فعلا مرض اسمه سرطان؟ يعني في محتاجين حد من الاطباء يجاوبنا. هل في مرض حقيقي اسمه سرطان بيصيب البشر؟ وما هي ماهيته؟ الدكتور محمود صلاح، او ما يقال عليه دكتور في علم الماورائيات، واللي يعتبر الوحيد اللي اتقال عليه دكتور في علم الماورائيات، لان فعليا لو جيت كتبت وبحثت على مين هم دكاتره علم الماورائيات مش هتلاقي غيره، وده يثبت ان مفيش حاجه اسمها دكتور في علم الماورائيات، ودي كلمه حطها قبل اسمه علشان الناس تصدق الكلام اللي بيقوله. ولو جينا ركزنا في كلامه هنلاحظ ان كلامه مشابه جدا لدكتوره مايا صبحي، واللي ما يعرفش الدكتوره مايا صبحي هي دكتوره في علم الفيزياء وظهرت في لقاءات تلفزيونيه كتيره، والغريب ان عمرها مش مذكور في اي موقع على الانترنت من بعد اختفائها. الدكتوره مايا صبحي بتتكلم في لقاءاتها بأدلة علمية وآيات وأحاديث دينية بتأكد كلامها، على عكس الدكتور محمود صلاح اللي استحالة يديك دليل علمي من كتاب أو أي حاجة تثبت صحة كلامه. ولو جيت سألته طب إيه الدليل يا دكتور، يقول لك دي حاجة سرية جدا ما أقدرش أقولها لك. طب انت طالع على التلفزيون ليه ادام مش هتقول لي الادله اللي تثبت صحه كلامه؟ ده غير القصص اللي بيألفها مع نفسه علشان يثبت لك اللي بيقوله، ولما تيجي تساله القصه دي حصلت مع مين يقول لك صاحب القصه رافض ان نذكر اسمه. طب منين صاحب القصه دي؟ يقول لك دي حاجات سريه جدا ما اقدرش اقولها كده. ده غير انه بيجيب لك فيديوهات متفبركه 100% ويقول لك ده كائن من جوف الارض، واتحدى اي حد بيقول انه متركب يعمل زيه. طب ايه الدليل انه حقيقي؟ يقول لك اتحدى اي حد انه يعمل زيه. وبرضه انا بقول للناس اللي يعرف يعملنا زيه، انا عايزك تتفرج على ده، حد يقول لنا ايه ده بس. ده ايه ده فاهم؟ اتفرج. انا عايز حد يطلع يقول لنا من الساده الخبراء بعيدا، مش عايز حد يقول لنا هو فوتوشوب ارجوك، لان الكائن وهو بيتحرك يقولوا ايه طيب؟ بص الكائن حركته، هو وسط الطين اهو. بص الطين بيعمل فين؟ بص بس ركز معايا عشان تعرف الفيديو ليه حقيقي. بص الحركه بتاعته، الحركه الدائريه بتاعته بتخلي الطين يظهر. بص واخد بالك؟ بص على شكل القطه نفسها. انا واخد بالي على القطه بالظبط كده. بص لا احنا بندرس الموضوع من كذا ناحيه. هل هتفضل عندها الثقه كده وقريبه؟ هي مرعوبه مش قادره تتحرك، هي بتشوف حاجه اول مره تشوفها. لو كان ده نتيجه صناعه بشريه او حاجه ما كانش المنظر بقى اللي انت شايفه. بص الطين اللي هيظهر دلوقتي بره، بص الحواف البيضاء بيجي عليها طين ازاي. ده ياكد لك ان الفيديو نفسه حقيقي. وخليني اقول لك ان انت قدام كائن من كائنات جوف الارض، نوع من انواع كائنات جوف الارض. العلم بتظهر في اكتر من بلد، وتحديدا في اماكن الغابات او الاماكن اللي فيها ثقوب بتظهر فيها هذه الكائنات. احب اثبت لك يا دكتور محمود ان الفيديو ده متركب بحاجه بسيطه جدا. لو جيت بصيت في اخر الفيديو على القطه هتلاحظ انها باصه في حته، والكائن اللي بتقول عليه من جوف الارض ده واقف في حته تانية. ده بعيدا ان استحاله القطه تفضل واقفه في مكانها لما تلاقي كائن غريب قدامها وبيتحرك بحركه عشوائيه كده. وما خلصتش على قد الفبركه بس، ده طلع واتكلم على الدكتوره مايا صبحي وقال كلام غريب. هي لم يكن اسمها دكتوره مايا من الاساس، تمام؟ لم يكن اسمها دكتوره مايا من الاساس، وهي بخير وبصحه جيده وفي مصر، ولا اتخطفت ولا كانت كائن فضائي جاي يؤدي مهمته ويمشي ولا اي حاجه. خدوا كلامي ده ثقه، هي في مصر كويسه وما اسمهاش مايا صبحي. اوكي؟ بعيدا عن اللي انت قلته ده، انت الوحيد اللي في العالم اللي تعرف مكان الدكتوره مايا صبحي وتعرف مكانها الحقيقي. مش غريبه شويه؟ وتفضل فيديوهات الدكتور محمود صلاح مستمره بغرابتها، وتفضل اثاره الجدل بتاعته مستمره. حتى اخر كتاب نزله تحت عنوان الهرم الاسود، ومن صورته واسمه ده بيعبر عن رمز من رموز الماسونيه. وهتفضل اكاذيب دكتور محمود صلاح مستمره. فنصيحه مني، مش اي حد يكتب قبل اسمه دكتور تسمع كلامه. وبس كده، ما تنساش اللايك والفولو. سلام. موتوه بالمقشه، مسكوا مقشه وراحوا خابطينه خبطتين موتوه. يا نهار ابيض والله العظيم. سيده محترمه فاضله هي اللي صورته. انت بتحلف بالله ان انت شفته بعينك والناس قتلته؟ والله العظيم موتوه. انا شفت صور الناس بقول لك كلموني من المنطقه، احنا لقينا كذا كذا. طب هو فين يا رجاله؟ احنا موتناه. يا نهار ابيض.